جنح تبديد اللوحات المعدنية هو اتهام بسيط، وعلى قد ما هو بسيط إلا إن هو خطير، وخطورته بتكمن إن أنت بتكتشف فجأة إن عليك حكم جنائي بالحبس، سواء وأنت ماشي في الشارع ووقفت في كمين اكتشفت إن عليك حكم بالحبس، أو وأنت مسافر بيتكشف عليك تنفيذ أحكام بيطلع عليك الحكم ده، أو حتى مباحث تنفيذ الأحكام بتجيلك لغاية البيت ويقولك عليك حكم بالحبس. طب إيه هي تبديد اللوحات المعدنية، وتتصرف إزاي لو اكتشفت إن عليك حكم في جنح تبديد لوحات معدنية، وإزاي تتجنب من الأول ان انت تبقى متهم في جنح تبديد لوحات معدنيه؟ يلا نعرف. السلام عليكم، انا علي بدر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله، وده برنامج المستشار. لو انت اول مره بتشوف البرنامج، فالبرنامج عباره عن معلومه قانونيه جديده بتهم عدد كبير جدا من الناس في المجتمع المصري مع كل حلقه جديده. اول حاجه هنتكلم فيها النهارده ايه هو الاتهام بتبديد اللوحات المعدنيه. لما حضرتك بتروح ترخص العربيه بتاعتك او الموتوسيكل بتاعك او اي حاجه بتترخص، وبيطلع لها من المرور نمر. النمر دي انت ما بتاخدهاش بتبقى ملك ليك، دي بتبقى معاك على سبيل الامانه لغايه ما تخلص الرخصه. فمثلا حضرتك رحت رخصت العربيه بتاعتك واخدت النمر بتاعتك، الرخصه معاك 3 سنين، اذا النمر معاك 3 سنين على سبيل الامانه، مش ملك ليك. في نهايه ال3 سنين قانونا بيبقى قدامك حل من اتنين: اما انك انت تجدد الرخصه بتاعتك، او ان انت ترفع النمر وتنهي الترخيص. طبعا نرفع النمر ونلغي الترخيص ده امر مش وارد عندنا، لكن اللي احنا بنعمله فعلا ان احنا بنجدد الترخيص. لكن في ناس الرخصة بتاعتها بتنتهي وبينسى او بيطنش او بيسيبها شوية. طيب هنا المرور بيدي لك شهر من تاريخ انتهاء الرخصة، الشهر ده اسمه شهر سماح. طيب في خلال الشهر ده بتجدد الرخصه بتاعتك. طب لو ما جددتش الرخصه بتاعتك بيحصل ايه؟ هنا المرور بيعمل لك محضر بعد ال 30 يوم، او بعد الشهر السماح ده بيعمل لك محضر وبيبعت المحضر للنيابه. وعايز اقول حاجه هنا، ان مش دايما بيحصل ان المرور بيعمل محضر تبديد اللوحات. يعني ده انت وبختك، ممكن يحصل وممكن ما يحصلش، انت وبختك. عدى الشهر المرور بيعمل لك محضر وبيبعته على النيابه، النيابه بتحدد جلسه قدام المحكمه. كل ده انت ما تعرفش حاجه، بتنزل قدام المحكمه بتاخد حكم غيابي وانت برضو ما تعرفش. هنا بتتفاجئ ان انت لو ماشي وقفت في كمين ان عليك حكم غيابي، او لو انت مسافر او جاي من السفر بتكتشف ان عليك حكم غيابي، او حتى ممكن مباحث تنفيذ تجي لك لغايه البيت وتكتشف ان عليك حكم بالحبس. طيب انت دلوقتي عليك حكم غيابي بالحبس في قضيه تبديد لوحات، هتعمل ايه؟ اول حاجه انت ممكن الاول تشتغل فيها بنفسك، وممكن يكون في معاك محامي، والافضل ان هو يكون معاك محامي. هتروح تعمل معارضه في الحكم الغيابي، وبعد كده بتحضر قدام المحكمه وبتطلب من المحكمه التصريح باستخراج شهاده من المرور تفيد المصالحه. بعد كده بتاخد التصريح ده من المحكمة وبتروح على المرور، بتشوف عليك قد ايه انت ما رخصتش، عليك سنة، عليك سنتين، عليك 3، عليك 10 سنين. مش مطلوب منك هنا ان انت ترخص او تجدد الرخصة بتاعة العربية او الموتوسيكل بتاعك، لا، انت مطلوب هنا تدفع الضرايب اللي عليك. شوف عليك كام سنة ضرايب، عليك سنة، عليك 2، عليك 3، الضرايب اللي بتدفعها في الترخيص بتاعك. يعني مش مطلوب ان انت تروح ترخص وتفحص عربيتك والكلام ده، مطلوب ان انت تسدد الضرايب وبس. بتسدد الضرايب اللي عليك على حسب ما بيطلع في الملف بتاعك، بتسدد الضرايب اللي عليك، وبموجب التصريح اللي خدته من المحكمة بتاخد شهادة بالمصالحة مع المرور. وبعد كده بتروح تقدمها في المحكمة. المحكمة هنا ما بتحكمش بالبراءة، المحكمة هنا بتحكم بانقضاء الدعوة الجنائية بالمصالحة، ما بيبقاش فيها براءة. طيب في واحد بيقول لي انا بعت عربيتي وجالي تبديد لوحات، هعمل ايه؟ حضرتك هتروح بصورة من العقد المسجل اللي في الشهر العقاري اللي انت عملته في الشهر العقاري وتقدمه للمحكمة. المحكمة بتاخد بيه او بتدي لك اجل مع تصريح باستخراج صورة رسمية من العقد المسجل لبيع العربية او بيع الموتوسيكل بتاعك. طيب في واحد يقول لي انا بعت بتوكيل، هعمل ايه؟ هل المحكمة هتاخد بيه ولا مش هتاخد بيه؟ هنا بقى على حسب اتجاه المحكمة. يعني في محاكم بتاخد بالتوكيل وتدي لك براءة، وفي محاكم ما بتاخدش بالتوكيل، لان التوكيل ده هو مجرد توكيل وليس ناقل للملكية. اذا العربية لسه على ملكيتك، النمر لسه باسمك، الترخيص باسمك. اي نعم انت بعت فعلا في الحقيقة، لكن بعت بتوكيل، والتوكيل ده مش ناقل للملكية. عشان كده بنقول يا جماعة، لما تيجي تبيع عربية او تيجي تبيع موتوسيكل او تيجي تبيع اي حاجة ليها ترخيص، بيع بعقد مسجل على طول، عشان تتجنب ان يكون عليك احكام غيابية في تبديد لوحات. طيب يبقى هنا هتبيع بعقد مسجل، هتروح تقدم العقد المسجل للمحكمة، المحكمة هنا هتشوف ان انت بعت من تاريخ كذا.
طيب من التاريخ اللي انت بعته ده انت كده براءة، فالمحكمة هتحكم ببراءتك وإعادة الدعوة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها ضد المتهم اللي اشترى منك. طيب لو قدمت له التوكيل هياخد بيه ولا لا؟ قلنا على حسب اتجاه المحكمة، في محكمة بتاخد بالتوكيل ومحكمة ما بتاخدش بالتوكيل، ده انت وحظك. سلام.